سعاد الجيزاني هكا. سعاد. انت تصفي في الكلاوي؟ تصفي تصفية دم. تصفية الدم. قديش عندك توا؟ من 2002، 12 سنة. أه. بديت عمري 16 سنة وبديت نصفي. عملت 3 حصص في الجامعة 4 نهار. فين؟ في القروان؟ هاي في مستشفى بن الجزار. 3 أيام في الجامعة معناها تمشي؟ 3 أيام بالخلاف ولا في جهة بعض؟ لا، نمشي ثلاث وخميس وسبت، نهار بعد نهار. و انت شنو تعمل؟ تخدم تقرا؟ لا، انا ملي كنت انا تحت بديت نقرا عمري 16 سنه، تحت مريضه نصافي بطلت، ما عادش نجم نقرا. كيفاش معناها ما عادش تعكرت، ما عادش نجم نمشي ندوخ. مدرسة بعيدة؟ ليسي بعيد شوي، وانا نمشي ندوخ في الكلاس، يجيبوا يروحوا بيا كل يوم كيفي. بقيت عامين حتى ذاكرتي مش ما نحبش مش متقبلة في المرض. بعد بشوي بشوي هكا. يعني كيفاش استانست بالعملية ولا تمشي وتجي معناها تصفي دم؟ نمشي ونجي وتعب. هذه تاكل حاجة هاك تعبت، هذه ما تاكلهاش، تشربش ماء برشا، كل حاجة تجي تاكل فيها تخاف منها. مثلا شنو هو الحاجة اللي ما يلزمكش تاكلها وشو؟ الخضر الأكثر، الخضر والماء ما نشربش، لازمني حتى في الصيف؟ حتى في الصيف نص لتر في 24 ساعة. هذيك تزيد أكثر تتعب، ما تنجمش تتحمل. صارت لك يعني تعكرات؟ صارت لي برشا. نمشي للأورجانس في الليل ما 3 ما ساعة نص الليل، ساعات يرقدني في السبيطار على أبسط حاجة، كان ما عرفش نتح. انت من القروان ولا من الوسلاتية؟ نعيش من الوسلاتي، خارج الوسلاتي الحمام. تعيش بحذا خالك إذا؟ أنا نعيش حدا خالي، يعني بسبب يعني المرض وكل شيء ما نجمش نتنقل ترونسبور 4 نهار. تعب، والدار بعيدة على المحطة، باش تكون قريبة من المركز يعني. هاي باش نجم قريبة من السبيطار، حتى نتعب في الليل وحاجة، يبقى نتنقل من الوسلاتي للقروان. بقيت حدا خالي لهني. يعني قبل لا تسقر بحذا خالك كنت تمشوا من الوسلاتية وتجيو؟ هاي كنا نمشي ونتنقل من الوسلاتي ونجي خارج الوسلاتي برا في الريف. نتنقل نجي نعمل حصة دياليز ونروح نهار بعد نهار. بعد تعبت، ما عادش نجم في الشتاء مطر والطريق وكل شيء، وليت جيت لهني حدا خالي. حتى الدار ما عادش نمشي لهم، كنمشي في العيد برسك ديما كش في المناسبات. امك وباباك بعاد عليك؟ بعاد عليا، ما ماكش وحدك في العائلة انت مريضة؟ لا، 4 نعملوا دياليز. 4؟ شكون؟ انا واختي وخوتي الاولاد زوج. خويا تبرع له بابا بكلوة، وبقينا احنا 3 نعملوا دياليز. 3 يعني انت وزوج اولاد اخرين؟ لا، انا واختي وخويا. بنية اخرى؟ بنية اخرى موجودة لهنا؟ خرجت شوف هذا بالمهدي دار. يعني انتوما كنتوا 4 توا خوك زرع كلوة؟ احنا كنا 3. كنتوا 3. وبعد ذاك الشهر هذا زاد خويا الرابع. شو سر المرض؟ اش معناها هذا؟ قالوا وراثة. باباك وامك؟ بابا وامي يقربوا لبعض. كعمل اول ما بديت انا نصفي 2002 ما قلناش وراثي. بعد خويا طاح بعدي بعامي. وبعد زاد في العمر قديش؟ ديما انا وخويا 16 سنه. 16 سنه. اختي 9 سنين، وخويا ذي 18 سنه. صفيت انا بقيت عامين، وبعد جاي خويا بقى صفى عامين. سمير. بعد جات تمين. توا من عاملي عمرها 9 سنين انت زهير. في العمر صغار قبل 20 16 سنه. معناها كيفاش تعيشوا مع بعضكم؟ كيفاش تحدثوا بعضكم؟ كيفاش تتعاونوا على المرض هذايا؟ انا ديما تحت انا الاولى فهم فيهم بشوي هكا، تشرب الدواء هكا الريجيم. بحكم اختي صغيره 9 سنين ما تفهمش اي حاجه تاكل. ما فهمها راهو هذه ما تساعدكش، هذه شيء ما تفهمش، تبكي وانا بعيده على امك. كيفاش نروح حضامي نقول راكي تتعب، حتى حضامي في الريف معايا كيفاش مش يجيبك بابا وكل شيء. مش متقبلتها الحكايه بعيده على امك وكل شيء.
يعني انتم تو كنت لا تقرا غادي بوستاتي وتوكا يعني بطلتوا الكل من القرايه؟ بطلنا. اختي ذي جيت وما سنه رابعه كملت لها لهنا للسيزيام بعد الليسي بعيد قلت ما عادش نجم نمشي. حتى قبل الامتحان تاعب يعني تمشي شويه يعني تو مع تعب المرض انتم باباك وامك في الوسلاتية في الريف، وانتم الاخوات هنا بحذا خالكم. بحذا خالي. انا مره حذا خالي كل مره في البلاصه.